الله يرحمه شيخ شعبان الشامي. هو مات؟ مات النهارده. هو ده شعبان الشامي، شخصية نظيفة محترمة، واللي شمت فيه أنا بصراحة ما شفتش كده. النهارده الاخوان شمتوا في القاضي الله يرحمه شيخ شعبان الشامي. هو مات؟ مات النهارده. أنت عارف شعبان ده كان الجون بتاعنا في كلية الحقوق وجامعة عين شمس، وكان فتحي مبروك باك يمين، وأنا كنت بلعب في خط النص. شعبان الشامي ده، أنت عارف إن شعبان الشامي ده سبب الحالة اللي أنا فيها دلوقتي؟ ازاي؟ هتموت انت في الحاجات دي. لا لا بالعكس، شعبان اصلا انا اقدم منه، كنت انا في دايره، رئيس الدايره ابن عم عبد الحاج جمال الدين، مستشار محمد جمال الدين، وانا كنت عضو يمين وشعبان عضو شمال الله يرحمه. فشعبان كان ساكن في حدائق القبه، نقعد لغايه الساعه 8 بالليل في كان ايجارات امبابه مش عارف ايجارات ايه كده يعني. فقعدنا لغايه الساعه 8 بالليل ونروح عنده البيت نتداول لغايه الساعه 4 الفجر. يجيب لنا، يلبس جلابيه البيضاء بتاعته الله يرحمه، ويجيب لنا بقى كوارع وفشه وبومبار. هم كانوا تخان جدا هو وجمال، وانا رفع كده. فرحت رئيس المحكمه كان طلعت حماد، قلت له انا هموت مع الناس دي. قال لي، قلت له لا، ده بيقعدوا لغايه الساعه 8 في المحكمه، ونقعد نتداول لغايه الساعه 4 الصبح، ودول ما شاء الله يقعدوا ياكلوا كوارع وبومبار وكرشه وفيش، ما يبقهمش حاجه. واديني دايره تانية، فوداني دايره الخامسه. هو القدر اللي بيلعب دوره يعني، وشعبان ليه دور. فالدايره الخامسه دي رئيس الدايره كان اسمه عبد الموجود صعيدي من هنا، عضو اليمين مستشار محمد ذكري اللي هو بتاع نادي الصيد، كان وصل نائب رئيس محكمه النهارده. لما اروح انا لنادى من محمد ذكري يروح شمال وانا ابقى ايه يمين. ده عيب في الوسط القضائي، انك انت تبدا السنه القضائيه رئيس وبعدين تبقى يمين في السنه نفسها، او يمين وتبقى شمال. فجالي محمد بيه ذكري قال لي يعني يرضيك يعني يقولوا عليه ان هو طبعا نظيف ومحترم. فرحت لطلعت حماد قلت له مشيني من الدايره دي. قال له انا تحت امرك، كل شويه تقعد تتنطط لي. قلت له لا انا مش هقدر عشان زميلي يعني معاه. فقال لي طب هوديك لوحدك، واداني العجوزه لوحدي وبلاد دكرور. بعد اسبوعين جت قضيه عادل امام، حكمت بحبسه، شتمني، استقلت. شفت بقى اللفه دي كلها؟ لان ربنا رايد، واخد بالك؟ وانا دايما اقول لاولادي لو احنا كنا استمرينا، انا مش هرتشي في حياتي، لو كنا استمرينا في القضاء مع احترامي للقضاء، تمام، اللي عنده انزلاق غضروفي واللي عنده السكر واللي عنده الضغط واللي عنده القلب، تمام، وبعدين انت مش هيبقى عندك اي حاجه في الساحل الشمالي يعني. فالحمد لله هو ده شعبان الشامي، شخصيه نظيفه محترمه، واللي شمت فيه انا بصراحه ما شفتش كده.